تعالى وبركاته دائما مع توضيح هذه لكي ننهي هذه المغالطات ولكي يعيش الناس إن شاء الله بسلام. ونحن نوضح هذه الأشياء ونحن مستعدون لأي مناظرة دولية أو قطرية أو وطنية. نحن مستعدون لنوضح أكثر. إذا كان هناك مؤتمرات علمية، هذه الأشياء يجب أن تدرس في مؤتمرات علمية. فاليوم نتكلم عن أشياء. تكلمنا عن السكر. نحن لم ننصح بالسكر، نحن وضحنا للناس لماذا يتحامل الناس على السكر الأبيض والسم. لماذا يتحامل الناس عن السكر، وهناك أشياء يستهلكونها أخطر 100 مرة من السكر ولا يتكلم عنها أحد. نحن وضحنا للناس أن السكر يوجد في الطبيعة، وأنه يوجد بكمية ضئيلة، وأن استهلاك هذا السكر في محله أنه لا يضر، وأن يجب أن لا تلقى جميع الكوارث على السكر على حساب السكر. أن هناك ناس عايشين بالسكر، عايشين بالشاي والخبز في البوادي وليس هناك مشكل. فإذا كان الناس قدروا يتجنبوه يكون أحسن، ولكنه منتوج موجود في الطبيعة. موجود في قصب السكر وموجود في بعض التمور، وتكلمنا على هذه المسائل. لكن هناك مغالطة أخرى. بدأ الناس يتكلمون عن السكر الأبيض والسكر البني، براون شوغر، السكر الأبيض والسكر البني، والناس يقولون السكر البني طبيعي والسكر الأبيض ليس طبيعي، وهذه مغالطة. هو نفس المعمل ونفس السكر ونفس المادة ونفس حتى النبات الذي يستخرج منه. السكر البني يستخرج بنفس الطريقة التي يستخرج بها السكر الأبيض، يستخرج من قصب السكر أو من شمندر السكر. والفرق ما بين السكر البني والسكر الأبيض أن السكر الأبيض يكرر مرتين، يصفى مرتين، يكرر مرتين، الريفاينين، ثم أن السكر البني يكرر مرة واحدة. بما أن السكر البني لا زال فيه أثر البروتينات وأثر بعض الأملاح المعدنية، هو من الناحية الغذائية هو أحسن من السكر الأبيض، ولكنه يبقى سكر ويبقى بنفس الخطر الذي يوجد في السكر الأبيض. الناس يقول لك أنا أتناول السكر البني لأنه السكر البني هو سكر يتم إذابته مرة ثانية ثم تكريره مرة ثانية، الريفاينين second time، يكرر مرة ثانية، يصفى مرة ثانية ليصبح أبيض على اللون الذي يعرفه الناس. فقط هذا هو الفرق، ليس هناك فرق. هو سكر ليس هناك فرق. السكر البني والسكر الأبيض هو نفس السكر، والسكروز سكروز بالفرنسية، وسكر المطبخ بالعربية هو نفس السكر، مصفى مرتين، مصفى مرة واحدة فقط، ليس هناك أي فرق. وأن بالنسبة للصانع هو في صالحه أن يبيع السكر البني، لأنه لا يكلفه كثيرا في الصناعة، لأنه يكرر مرة واحدة، بمعنى أنه لا يصرف عليه كثير. وأن السكر الأبيض يكلف الصانع كثير، يكلفه كلفة كبيرة جدا. وأن السكر لما يستخرج من قصب السكر أو من شمندر السكر لا يستخرج بمحاليل. مش الناس يبقوا في مغالطات، يبقوا يختلقون أشياء. هو يستخرج بماء فقط، لأن السكر يذوب في الماء. الزيوت تستخرج بمحاليل، تخرج بهكزين، لكن السكر يستخرج بالماء، فهو لأنه يذوب في الماء، يستخرج بالماء على حرارة 60 أو 70 درجة، الماء ساخن، ثم لما يستخرج يكون لون داكن ويكون معه بعض الأشياء، فيجب أن يصفى لكي هذه الأشياء التي تعطي لون مسببة للون كي تزال، ديكولوراسيون، هذه إزالة المواد الملونة، ثم الأشياء العالقة، ثم يجب أن يعالج بالكربونات، هذا ثاني أكسيد الكربون، السوفلاج، هذا ينفخوك. ثاني أكسيد الكربون طبعا باش تكون كربونات هو اللي كتبيض واللي كتخلي البي اتش ما يهبطش، لأن البي اتش إذا نزل على 7 طبعا غادي تحلل السكروز، ولما يتحلل لا يتبلور، تتكون ضائع، واللي كيبقى في الموليس، هذه اللي كيعطيوها الحيوانات. الصانع عنده عنده أسلوب صناعي دولي معروف يستعمل في جميع الدول، استخراج السكر بالماء، ثم هذه العمليات كربوناتاسيون، المسائل هذه معروفة في صناعة السكر، تكرير، ثم من بعد كريستاليزاسيون، تبلور هذا السكر، ثم على شكل على شكل بودرة، أو على شكل قطع صغيرة أو كبيرة الحجم. فهنا هناك قوالب يوضع فيها هذا السكر ويخرج للناس. السكر الأبيض والسكر البني هو نفس السكر ونفس المعمل ونفس الطريقة، نفس الصناعة، لكن السكر البني يقف عند حد لا يكرر مرتين، السكر الأبيض يكرر مرتين فقط. وأن السكر البني لا زالت في بعض المواد الغذائية مثل البروتينات شوية أزوت
يعني بعض الأملاح المعدنية وبعض الأشياء هذه، ولذلك هو من الناحية الغذائية أنا قلت بأنه أحسن من السكر الأبيض. ويعني حتى الصناع الآن أنا أوصي حتى صناع السكر بأن يخرجوا هذا السكر البني، لأنه هو أسهل بالنسبة للصناعة ولا يكلفهم كثيرا. ولكن الصانع يخشى الناس لا يستهلكوا هذا السكر، يعني أن يتبدل عليهم هذا السكر ثم يخافوا منه. يعني نحن عندنا علاقة مع جميع الصناع، يعني بكوننا نكون مهندسين في الصناعة الغذائية، وأن هذا الصناع هذو كنا نصحنا يعني في أواخر التسعينيات بدأنا ننصح بأن يكون الدقيق بالنخالة وبأن يكون السكر البني. الصناع يخرجوا السكر البني فقط، يعني وسهل موجود وكاين عليه. العمال الفلاحة كيعرفوا هذه المسائل هذه، اللي كيحرثوا شمندر السكر وقصب السكر، وحتى العمال الذين يعملون في هذه المعامل كيعرفوا بأن هذا الساندة، هذا السكر جرانولي، السكر هذا قبل ما يوصل الصناعة كيشوفوه أصفر، لون بني، لون داكن شويه، كيعرفوا هذا المنتوج وكيعرفوا بان نفس المعمل هو اللي غادي يخرج هذاك السكر اللي غادي من بعد يولي سكر ابيض، ولا يخليوه في هذاك الطور بني، يخرجوه المستهلك جيد. ولكن الناس ما يبقاوش يكونوا مغالطات. ليس هناك فرق بين السكر البني والسكر الابيض فيما يخص يعني الطبيعه الكيماويه ولا الخطر ولا اي شيء. السكر البني والسكر لا ينعم، ولكن السكر البني كما قلت هو مكرر مره واحده، ويعني فيه بعض المواد، بعض العناصر الغذائيه اللي ما زال يعني فيه، ثم لما يصفى سكر ابيض فوق 97.5% من يعني هذه يكون خالص تماما، يعني سكر خالص تماما. هذه اشياء يجب ان لا تكون مغالطات، وان لا يكثر الحديث حولها، وان لا يختلق الناس احاديث هكذا ان السكر البني طبيعي والسكر الابيض ليس طبيعي. هذه ليس صحيح، هذه ليست صحيح، هذه مغالطه. يجب ان الناس هو نفس السكر، نفس المعمل، نفس النبات، نفس الاسلوب، يعني ليس هناك فرق يعني بين هذا السكر البني وهذا السكر الابيض. هو سكر. الناس يقولون ان السكر البني لا يضر، هو سكر بني ولكنه سكر لانه لم يتكرر مرتين فقط. السلام عليكم ورحمه الله.